5 أسئلة مهم تجاوب عليها قبل ما تقرر تدخل عالم العمل الحر، سواء هتعمل بيزنس خاص أو أونلاين. السؤال الأول، ليه عايز تشتغل فريلانس؟ يعني بتهرب من شغلك ولا عايز تحسن دخلك ولا بتدور على شغفك وعايز تعمل شيفت كارير؟ السؤال الثاني، هل عندك القدرة إنك تتعلم أي حاجة لوحدك؟ شوف يا صديقي، عالم العمل الحر بحر كبير ومحتاج حد عنده القدرة إنه يتعلم باستمرار ولوحده. فعود نفسك من هنا ورايح على السيلف ستادي وتتعلم إزاي تعرف تعمل سيرش. السؤال الثالث، هتقدر تتعامل مع عدم الاستقرار؟ خليك عارف إن العمل الحر مش دايما مستقر خصوصا في اوله، فخليك صريح مع نفسك وخليك في وظيفتك. لو انت شخص روتيني وليك طقوس معينه مش هتقدر تغيرها، وده مش عيب بالمناسبه. السؤال الرابع، هتقدر يكون عندك صبر وهتقدر تستحمل انتقادات الناس وسخافتهم خصوصا في الفتره الاولى؟ السؤال الخامس، هتقدر تشتغل لوحدك؟ يعني هتقدر تكون مدير نفسك وعندك التزام ذاتي مع نفسك؟ والاداره هنا تشمل كل حاجه، من اول موهبتك او حرفتك لتسويقك ليها لوصولك لعملاء جداد وتسعيرك لخدمتك واداره حساباتك. اظن الاسئله دي محتاجه قعده حلوه مع نفسك بورقه وقلم وتجاوب عليها بكل صراحه وتقولي في الكومنتس وصلت لايه. وما تنساش تعمل فولو ولايك وتابعني كمان على يوتيوب عشان الفتره اللي جايه هنتكلم كتير عن عالم الفريلانس.